والله كل الاعمال كانت حلوه جدا، كان حقيقه ترابيزه دسمه. يعني يعني حقيقه دسمه دسمه، كل الاعمال حلوه وممثلين حلوين، كله ممثل حلو قوي، اخراج هايل، اضاءه هايله، مديرين تصوير هايلين، لا كله كان حلو بصراحه. كنت مفاجأة شايفاكي ممكن تعملي صفصف جامد قوي. لا الا صدقها لها قمر. لا ربنا يا رب يبارك لها في دورها، وهي عملت الدور رائع حقيقه. كنت مفاجأة ماشي في يا دور عم. 13 والعمل نفسه كان مفاجأة. الفيلم بخصوص الفيلم رعب. اعلى ايرادات عمل ما شاء الله الفيلم حلو جدا. انا من اول يوم وانا قايله الفيلم ده هيبقى حاجه كبيره جدا جدا. وانا انا بترعب، يعني انا عارفه الاحداث وقرياها وعاملاها وبخاف يعني مش فايده. قاعده استخبى ورا ياسين ويوسف في السينما. ف النقابة الفترة وفي عندي الجاية. بعد الشر كمان ما كوميدي مع علي ربيع. مسلسل حلو، فيلم حلو قوي برضه. نفسك ايوه. ده رعب، ده كوميديا. النقابة الفترة الجاية كان فيها أنشطة مختلفة وفعاليات داخل للجمعية العمومية، منهم طبعا موضوع الضرائب ومنهم موضوع التفعيل 12 ساعة عمل. تشوفي موضوع خاصة موضوع 12 عمل بعد وفاة مصطفى درويش والأرق والكلام ده للفنانين بشكل عام. والله بص، دي حاجه طبعا هو المفروض يبقى 12 ساعه، ده المفروض. لكن في حالات بتحصل اكسبشن، فيبقى ليها بيبقى مستأذنين الفنان فيها. لكن يعني في مثلا ممثل مسافر، ما انت بتتزنق والديكور لازم يخلص، والممثل ده هيسافر يقعد شهر، ما يقدرش يعلقوا الديكور. يعني حصلت لي مره اشتغلت فوق ال 12 ساعه عشان خاطر الممثل زميل بخدمه، بخلصه شغله عشان يمشي. فهي بتحصل اكسبشنز، بس ما يبقاش ده اللي على طول. اكتر من 12 ساعه تصوير ده كتير، حرام. بيتقال إن أكتر ناس مش هتطبق القرار ده الفنانين نفسهم. ايه؟ أكتر ناس مش هتطبق القرار ده الفنانين نفسهم. لا لا، مش كده، وعلى حسب كل واحد، على حسب الظرف اللي هو بيتعرض له. ماشي، شكرا شكرا.